رقم واحد فيلم تيتو سنة 2004 من كتابة وإخراج طارق عريان، وبطولة أحمد السقا وحنان ترك وعمرو واكد وخالد صالح. فيلم تيتو فيلم من أجمل القصص اللي عملها أحمد السقا حرفيا، اللي بتحكي عن صراع داخلي بشخصيتين مختلفين جوه احمد السقا اللي هو طاهر وتيتو. طاهر اللي هو اللي قلبه ابيض، اللي جدع، اللي نفسه يتوب، اللي مش عاجبه حياته. وتيتو اللي قلبه ميت وما بيخافش من حد وعايز ينتقم من الدنيا كلها. وبتبدأ الصراعات ديت من أول مشهد في الفيلم، لما زميله اللي هو الطفل لما بيتمسك من أمين الشرطة، تيتو بيروح يقتل أمين الشرطة على طول. وده بيبين لنا وشين وشخصيتين جوه شخصية أحمد السقا. أول حاجة شخصية تيتو اللي هو قلبه ميت ومش بيخاف من حد وهيروح يموته، والشخص التاني اللي هو طاهر اللي هو بيعمل كده عشان خاطر إن هو جدع وبيخاف على زمايله وعلى أصحابه وصاحب صاحبه بصحيح. ولما بيخش الإصلاحية برضو بيبين لنا قد ايه هو في صراع نفسي بين ان هو عايز يتوب، زي ما بيبين ان هو بيبقى فرحان لما بيبقى بيصلي ويتعلم، ووجه تاني لما بيمسك اي حد يضربه لما بيجي يكلمه. ومن خلال مشاهد الفيلم بيبين لنا ازاي تيتو عايز يبقى طاهر ويفضل طاهر طول حياته، لكن الحياة ما عندها، وكل ما يبقى عايز يرجع يبقى انسان جديد ويبقى نضيف من جواه، الدنيا بتعنده وبتخليه يرجع تاني تيتو. حاول كتير لكن ماضيه ما بيتغيرش. يعني مثلا حاول ان هو يفتح مطعم، لكن طبعا الضابط مش بيسيبه في حاله. حاول انه يحب ويتجوز ويرتبط، لكن برضو حنان ترك اديته صعقة في وشه لما قالت انا بساعد الاشخاص اللي زيك لكن استحالة ان انا اتجوزهم. لما حب يشارك عمرو واكد برضو قال له لا. فبيبين قد ايه الناس بتتعامل مع الناس اللي زي تيتو، وانه هو مش هيبقى زي الناس التانيين بسبب ماضيه. بس كده، ده كده الفيديو بتاعنا. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.